السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ملك من مطبخ لوكا. والنهاردة أنا قررت مخرجش ولادي ياكلوا بره تاني، وأعمل لهم اللي هم عايزينه في البيت. بس قبل أي حاجة لايك وشير بقى لو سمحتم، واشتراك في القناة. هنا أنا جبت نص كيلو بانيه وفرمته في المفرمة، بس طبعا الأول غسلته وصفيته من ميته كويس جدا. وممكن على فكرة تستعملي صدر فرش، مشكلة. وحطيت عليه كيس بهارات برجر، ومعلقتين بقسماط، ونص معلقة بابريكا، وشوية فلفل اسود صغيرين. وهنا هنقلب وشويه ملح. وهنا هنقلب المقدار كويس قوي. لازم ان احنا نقلبه كويس قوي ببعضه. ودي خطوه مهمه قوي، ان احنا لازم نقلبه كويس. وبعد كده هنجيب حوالي نص معلقه سمنه، هنحطها عليها. سمنه او زبده مفيش مشكله اللي عندك. وهنقلبه كده برضو كويس قوي. لازم نعجنه كويس جدا كده. وبعد كده بقى هنشكله. هنجيب بقى كيس. بصي العجينه بقت ازاي، واخده يعني في بعضها ازاي. وهنا هنجيب الكيس، هنقطعه كده او هنفتحه كده من النص. انا كان عندي كيس فتحته من النص وفردته كده. حطيت عليه حوالي نقطتين زيت علشان بس ما يلزقش فيها البرجر. وهنا اشكله بقى باي شكل يعجبك. عندك غطا رمان، عندك فنجان، كوبايه، مفيش اي مشكله. انا هنا عندي فنجان وفردت كده العجينه وعملتها بالفنجان كده. وهعمل بقيه المقدار. ويا ريت ترققوا العجينه على قد ما تقدروا. مهمه قوي برضو ان ما تخلوش البرجر التخينه عشان تستوي وما تنشفش. كده تمام، خلصت العجينه كلها. وهنا بقى هنجيب الطاسه تيفال او اي حاجه ما يلزقش فيها البرجر. ونحط نقطتين زيت بس مش اكتر، يعني حوالي معلقه زيت. حتى ان هنا الازازه كان فيها معلقه كده، هو ده اللي انا احتاجته، ما احتاجتش تاني. يسخن. وبعد كده نحط البرجر. احس ان الوش احمر، اقلبه على الوش التاني. بس اوطي عليه، معليش عليه النار علشان يستوي. وما بيقعدش كتير على النار، بيقعد حاجات بسيطه بس عشان ما ينشفش. وهو كده خلاص خلص. انا قلبته على الناحيه التانية. طبعا الزيت اللي نزل زياده ده من البرجر نفسه. لكن انا حطيت معلقه زيت واحده. ومعلقه السمنه دي انا بحطها ليه؟ بحطها علشان العجينه ما تبقاش ناشفه، تبقى طريه. وهنا بقى هنحمص العيش. مش هنحمصه قوي يعني، بس بنديله تسخينه كده. الكايزر. وانا بحط معلقه السمنه برضو لسبب تاني، ان الفراخ ما بتبقاش فيها دهون. الصدور بتبقى ناشفه، ما فيهاش دهون، فحبيت ان انا احط نسبه الدهون دي. وهنا بقى هنعمل السندوتشات زي ما انت تحبي. بتحطي بقى كاتشب، مايونيز، زي ما يعجبك ده بقى. انا هنا عملتهم بالشكل ده. وكان عندي جبنه شيدر حطيتها. ما عندكيش برضو مفيش مشكله. وحطيت كابوتشا كانت عندي برضو. ممكن تحطي خس عادي بلدي، مفيش مشكله برضو. وهنا حطيت طماطم. وممكن كمان تحطي فلفل رومي لو حابه. بس انا ولادي ما حبوش الفلفل الرومي. وهنا السندوتشات خلصت وبقت بالشكل ده. وهم راحوا جابوا بيبسي جنب الاكل. وعيشتهم كانهم بياكلوا بره بالظبط. ولايك وشير بقى للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.